حرك الصخر زي ما كنا بنتكلم الحقيقه دلوقتي. يعني اي فريق كوره يلعب قدام جمهور زي ده لازم يطلع اللي عنده واللي مش عنده، كل الامكانيات اللي موجوده عنده واللي مش موجوده عنده لازم تطلع، يعني ارضاء لهذا الجمهور الحقيقه العظيم. صحيح. نروح للزمالك والجونه يا استاذ محمود. انت كنت في الزمالك والجونه دلوقتي. هنخش على الماتش بقى، ده قبل المباراه. ده قبل المباراه. يعني الجمهور ده قاعد يهتف ويغني من قبل المباراه، من قبل المباراه بساعه زمن، ويقعدوا ال 90 دقيقه تاني. وبعد المباراه ده امبارح قعدوا بعد المباراه نص ساعه ما رضوش يخرجوا برضه يغنوا. بالظبط كده، حاجه عظيمه يعني. والله حاجه حلوه، وبنات حلوه شكلها حلو بصراحه. الماتش كله والكرنفال كله يفرح. هو الشكل حلو، الشكل حلو، لكن المستوى مش ولا بد. الفرقه نفسها هنتكلم فيها بقى. اتفضل يا محمود بيه. اللي عايز اقول ايه، بتضحك ليه؟ كرافته في حاجه هنا في اتفضل. شفت عملت ازاي؟ عايز اقول ان الزمالك على غير العاده لما الاهلي يتعادل او يتغلب الزمالك يجي بعديه يتعادل او يتغلب. فعلى غير العاده الاهلي تعادل وبعديها الزمالك جه كسب، فدي حاجه يعني ملحوظه. ملحوظه تاني ان محمد عبد المنصف حارس مرمى الجونه راح قبل المباراه صافح جميع زمايله لاعبي الزمالك، حسن شحاته والجهاز، ودي طبعا لفته حلوه منه. يعني ده الحلو يعني. نعم. ان في الجونه طبعا يعني فقد 25% معدات بشيكابالا دي، اللي فقد 25% لانه الدوم متعود على انه بيلعب بالنهار في بلده، حتى في الحر في يوليو واغسطس بيلعب بالنهار، فلعب بالليل ففقد 25% من خطورته. الاثنين مدربين اكفاء، حسن شحاته وانور سالم، الاثنين اكفاء، ولكن يعني احدهما اجاد والاخر اخطا. حسن شحاته اجاد عندما دفع باحمد حسن بدلا من عمر جابر اللي اصيب. نعم. واخطا انور سلامه لما سحب عرفه السيد، وده اخطر لاعب، ده كان عامل ذعر على لعيبه الزمالك مش النهارده، من يوم ما طلعوا الدوري ممتاز، من يوم ما عرفه بيلعب وهو دايما مصدر خطوره على نادي الزمالك، فسحبوا انور سلامه خفف العبء تماما. ونزل احمد عثمان. تمام. لاحمد عمران. احمد عمران. احمد عثمان غير احمد عمران. احمد بليا. احمد عمران ده نزل بدل من حسن احمد بليا. ايوه احمد نعم. اللي طبعا اللي يعني هو انور سلامه من المزال في انه لعب باثنين مهاجمين اللي هم عرفه السيد وجوبا، ودول اجبروا محمود فتح الله وهاني سعيد ما يتقدموش. لما غلط بعد كده وطلع عرفه السيد ريحهم وادى فرصه لمحمود فتح الله، طلع مرتين وكمل، ومره طلع هاني سعيد خلف المهاجمين. الزمالك امتلك وسط الملعب بثلاثي الدفاع بتوعه، والشوط الاول طبعا كان اقدر اقول وادي دجله عشان عاشور الادهم ومحمود السيد والليبرو فيليكس اوزو، ده كان بيلعب ليبرو متقدم مش خلف خط الظهر. نعم. فادى فرصه التحكم لفريق الجونه. وطبعا عايز اقول الاثنين كانوا نجوم. عبد المنصف رزقه مين يا كابتن؟ اتفضل. اثنين النجوم الجونين عبد المنصف وعبد الواحد الاثنين، لكن رزاق بدا يكتسب شعبيه كبيره جدا عليه. هل حجز مكان اساسي في التشكيله؟ حجز اساسي، وبقى النهارده له نجوميه، خد مكان حسين ناصر محمدي تماما. وبقى ليه جمهور والناس بتحبه جدا جدا دلوقتي. ويا سلام لو ينسجم معاه شيكابالا. طب يعني كان هو محمد جعفر مصدر خطوره دائما طول الوقت. امتى المعلم يقدر يدفع بميدو من بدايه المباراه؟ احمد حسام ميدو عندما ينقص وزنه 15 كيلو. 15 كيلو عشان يبقى احمد ميدو اللي كان في اوروبا مكسر الدنيا. ده لعب في اكبر 6 انديه في اوروبا. النهارده احمد حسام مهارات ما حدش ينكرها، كفاءات، امكانات عاليه جدا ما حدش يتكلم فيها، لكن وزنه تقيل فيدفع بيه من اول المباراه بعد ينقص 7-8 كيلو. لكن النهارده شكله تقيل، يعني لو لاعب يلعب والنتيجه الزمالك كسبان 2-0 على الاقل. ليه؟ لان لو الزمالك كسبان 1-0 والفرقه اتعادلت
هيبقى يعني هيلقى باللوم على احمد حسام مش على حسن شحاته. فاحمد حسام طبعا خساره كبيره انه قاعد على الخط. استبعاد صبري رحيل للبرد لا. اثر على الجبهه اليسرى. ايوه، اصل انت قلت الجزء الاول هو لم يستبعد، لا، ده هو استبعد بسبب اصيب ما بالبرد. انا بقول للبرد. واصابه محمد عبد الشافي هنا بقى ادت فرصه لعلاء علي، لعب ظهير ايسر وكان هايل. هايل هو احمد سمير. يعني يصلح الاثنين يبقى باك ليفت يصلح جدا ولا جدا. بس يعني نجح في هذه المباراه. في بص الفرصه 3 مرات مش عايزه تخش، ولما دخلت لغاها الحكم وحسبها تسلل. نعم. علاء علي نجح جدا في هذا المكان. وهتبقى مشكله ان عنده صبري رحيل ومحمد عبد الشافي وعلاء علي حقيقي نجح. وكان مصدر خطوره في الجناحين هو احمد سمير. احمد سمير ده طبعا بيعلى من مباراه لمباراه. دي الجون اللي اتلغى ولا ايه؟ لا، ده الهدف بتاع احمد حسن. بتاع احمد حسن بعد نزوله بدقيقتين او بدقيقه. يعني اصيب عمر جابر وطلع نزل على طول. ده نوايا طيبه، بني بالزبط. ادم نيته طيبه. احمد حسن نزل وهو الناس متوقعه كانوا ان شيكابالا هيشوط، وده اللي اتخدع فيها عبد المنصف. صحيح. راح داخل احمد حسن ولعبها فاتخدع فيها. فطبعا النهارده دخل ايه بقى، جايبه ايه الجول الخامس ولا ايه يعني، داخل في الهدافين احمد حسن. احمد حسن 7 اهداف دلوقتي. 7. امال ايه؟ طب بالذمه ده كلام؟ طبعا ده كلام حد يسيب لعيب زي ده؟ هو عبد المنصف هنا تصور انه شيكابالا اللي هيشوط. ايوه بالظبط. فهو ركز على شيكابالا، على رجل شيكابالا. فدي كانت برضه خدعه حلوه قوي. ولا وشيكابالا كان مديها افيه حلو يعني. ايوه صحيح. انه داخل ومقلفض راسه ومدد رقبته وعامل شغل يعني. شيكابالا تعب فيليكس جدا جدا وخلف فشل فيليكس تماما. وكان انور سلامه مكلف فيليكس ده بمراقبه شيكابالا، لكن لم يستطع، بالعكس خسرت الجونه لاعب. لان ما فعلش حاجه، وشيكابالا كان بيفعل ما يرى ما يريد في خط الدفاع. صحيح. وقدامه طبعا ان حصول عاشور ادهم على كارت، على انذار في بدايه المباراه خوفه ان اي كره خشنه تاني ياخد كارت احمر فيطلع في لعب بحذر. في 14 في الدقيقه 14 يعني في اول ربع ساعه. مظبوط. برضه نفس الحكايه محمود السيد خد انذار. الاثنين يعني اتهزوا قوي، اتهز معاهم خصوصا في الشوط الثاني. لكن هجمات الحقيقه الجونه كانت في منتهى الخطوره. وعبد الواحد عبد الواحد هو بيعمل تقي برضه شاط واحده من اخطر ما يكون. لا، وعبد الواحد الفتره دي عاشور الادهم. استاذ فتحي، رايك في تمسك الجونه بحكام اجانب في مبارياته القادمه بعد الماتش ده؟ وهل الحكم في الماتش ده يعني كان ارتكب اخطاء جسيمه للدرجه دي بالنسبه للجونه؟ جالهم شعور ان الحكم حسب عليهم كرات كتير في نص الملعب، والشعور اللي جالهم يعني لازم برضه انا يعني واضح مع حضرتك. هو جالهم الشعور ان هم هجماتهم كتير كانت بتقف نتيجه صفاره بتخطئ، اتحسب عليهم فاولات كتير، لكن يعني في المضمون وبالشكل العام ما فيش قرارات مؤثره يعني كان لها دور كبير في حسم نتيجه المباراه. ربما من قبيل التفاؤل او على الاقل يعني ضمان الحق 100%. النادي الكامل بان هناك يعني عداله كامله بالظبط. لكن عايزين نحيي فريق الجونه في الشوط الثاني. يعني اصاب انفرادات اهي. اصاب مدافع الزمالك بالذعر الشديد. نعم. وكالعاده كان عبد الواحد هو يعني نجم المباراه. صحيح. دي المباراه الثالثه او الرابعه على التوالي. يعني ما تزال برضو الكثافه الهجوميه لما بيزيد شويه على مدافع الزمالك بيحصل نوع من الارتباك. الحلول رغم ان الزمالك استحوذ لكن الحل ما جاش من كره ثابته كالعاده. بالظبط. يعني او يعني بشق الانفس فوز. نعم. لكن الزمالك كان يعني حالته في هذه المباراه نسبيا افضل منها قدام دجله. نسبيا. لكن الكابتن حسن شحاته يا فتحي لكن في الشوط الثاني نعم اللعب بقى عشوائي فردي. لا فردي. وهنا تمام. طبعا برضو شيكابالا بيكرر نفس القصه بتاعه السقوط غير المبرر. يعني بص حضرتك ولا الهوا. عارف لو كمل وكان بيفكر طبعا كان جاب جول طبعا. وعملها في المقاولين لو تتذكروا. يعني عمل مع بعض سبرنت هايل. طب ما تكمل بقى شيكابالا والكره تحت رجلك ما بعدتش. على فكره عايز اسالك على حاجه. لو رجعنا لمعظم ماتشاتنا او معظم مباريات الدوري للانديه الصغير منها والكبير معدلات التمثيل بقت زايده. اوفر. معدلات التمثيل بقت زايده. نعم. خصوصا عند الفرق الكبيره. وده معناته ان يا اما اللعيبه
ما عندهاش ثقه في نفسها ان تجيب اجوان، يا اما مش لاقيه حلول اخرى غير ان هي تمثل على الحكم. حقيقي ارجع بالشرط هتلاقي كده. وبدات الامور تتصعب. نعم. صعب على الزمالك، صعب على الاهلي، الاسماعيلي بيتغلب من سموحه، ما بقاش المساله فيها الهيبه بتاع زمان. صحيح. وبالتالي بدات حلول اخرى وتفكير اخر، وهو يا إما التمثيل. التمثيل والتشويح للحكم. والتشويح لحكم، ودي ظاهره ودي الحقيقه. ظاهره عيب. اه مش عايزين نتجرجر بعد ما بنقول يا هادي والامور بتستقر. صحيح. ان احنا زي اللي حصل في الماتش المصري، نعم. وحصل في الماتش الجون الاهلي والانتاج، وحصل هنا كتير من التشويحات في الماتش اللي قدامنا. نعم. كده هنعود للوراء، وده شيء طبعا. اتفضل يا عم. كل الكور بعد كده ده محمد ابراهيم. وده على شوف فكرة مهم. المهاره بتاعت ده الولد. مهم. لا بس لازم يلعب مهم، على طول لازم اللعب يلعب. ده، ده لازم مهم. على الاقل ده يبدا من مهم. الشوط الثاني، ده مهم. لازم. يعني هذا اللاعب يجب ان يلعب. نعم. ما يبقاش للظروف، لا يلعب اساسي اهي. دي شيكابالا. شيكابالا وهيرقص، عاوز يرقص عبد المنصف، طب ما تجيب جون. طب ما تجيب جون، عايز ترقصه ليه؟ بالظبط. يعني لا حاجات غريبه ومن جدا يعني. تحت السنتر واخد مشوار كامل لوحده بالظبط خالص، كده، والملعب رايح. قدامه مفتوح. وبعدين لما انت اللي تضيع دي يا شيكابالا، مين اللي يعني مين اللي دلوقتي هيجيبها؟ كان لازم يحط وعلى دلوقتي. شماله. والجون، وطلع لعبد المنصف بره، طلع بره ال6 ياردة يعني. نية بالظبط. عبد المنصف كانت افضل في هذه اللعبه من نية شيكابالا. تمام. طبعا. تمام. يعني انت هنا النهارده، انا برضه بقول زي ما بنقول اهو، الزمالك كسب بس حارق دم جمهوره. والاخر لحظه الماتش معلق يا استاذ محمود. 4 مباريات، اصل 1-0 يعني ممكن في يعني ثانيه ماتش تبقى 1-1. المصري اللي كسبه 2-1 ايوه محروقه دم الجمهور. التليفونات اللي كسبان 2-0 الزمالك يتغلب فيه 6. نعم. بتروجيت طبعا طه بص 1-1، الجونه 1-0 بشق الانفس. صحيح. يعني شيء، يعني النهارده تلاقي 7 نقط ضاع من الزمالك من ولاده. بالظبط. فاروق جعفر طلع الجيش 1-1 نقطتين. أيوة. الشرطه 3 نقط، حلم طولان 2-1. أيوة. بتروجيت طه بصر نقطتين 1-1. يعني ولاد الزمالك يعني لو ياخدوا من كل الفرق كده ياخدوا الدوري، بس لكنهم خلينا نقول ياخذون، أخذوا من الأهلي 4 لكنهم نقط. ياخذون فقط من الزمالك. طه بصر ومحمد حلمي اخذوا من الاهلي 4 طب يا نقط. بيه، طب ما هو لازم ياخد من الزمالك طبعا. والأهلي. بس ياخدوا من كل الفرق. ما هو خدوا من الاهلي. ما انت تشوف طلائع الجيش عمل ايه. ده فاروق جعفر اتغلب، ولما شبع غلب بعد ما تعادل مع الزمالك، وكانه خد الدوري. يوم ما كانه خد الدوري، بعديها ما كسبش ماتش. بس هم اغلبيه في الدوري، فلازم هيلوشوا. لا ده احنا نقولهم مع بعض. أغلبية. يعني مدربين الزمالك 7. 8 في الزمالك في الدوري 7. 8. طب تعالى نعد مع بعض. حسن شحاته 1، طه بصر 2، حلمي طولان 3، محمد حلمي 4، فاروق جعفر 5، طارق يحيى 6، اشرف قاسم 7. ها 7. محمود معروف 8. ابراهيم يوسف طيب إبراهيم يوسف. الاهلي ما عندوش الا 2، انور سلامه وحسام البدري. ده حسام لسه جاي بقى له ما كملش اسبوع. بالظبط كده. بالظبط كده. بالظبط. عشان حقيقي في حد من اصدقائنا بعد بيقول لي هم 8. انا بس مش عارف في رسالتك راحت فين عشان اقول صديقي اهو. بقول لك بشبوشي 8 مدربين من الزمالك و2 من الاهلي، وعدهم لك. صديقي محمود المصري. هم 7 يا محمود، جبت الثامن منين؟ هم 7 ما فيش غيرهم.